عسلامة ومرحبا بكم. نعرف قاعدة نغيب عليكم شوية، الله غالب ملزومات الخدمة وما تعرفوا إنسان يخدم. الحاصل اليوم جيتكم يا سيدي، قلت خلنا نعمل معاكم شوية روز هذا باش نعملو أنا بالفاكهة بلاش دجاج وبلاش اللحم. صدقوني مكونات سهلة على الآخر، ما تتكلفش لأي إنسان، معناتها بحاجة بسيطة نجمو نعملو حاجة بنينة وباهية. لهنا عندي بالنسبة للروز، عندي لهنا خديت الروز هدايا، الروز المفور، فهمتوني. لهنا شنية عندي في اللفاح نتاعو، عندي هنا خديت سنتين ثوم كبار يكونوا مهروشين، هنا عندي بصل، راس بصل مقصوص جويد احمر بالطريقه هذيا، وهنا عندي لفاح نتاعنا اللي هو هريسه عربي، شويه كليلو زعتر، شويه فلفل زينه، كركم، فلفل اكحل وملح. هذوما المكونات نتاعنا. اي سيدي، اول حاجه بديت بها حطيت لهنا في الطنجره نتاعي، خديت شويه زيت حطيتها تسخن على الغاز باش نحط معاها شويه زبده. انا الحق نحب الروز يجيني فارك في مطعم الزبده، صدقوني لا غير لا تنفخوا، ما غير ما تبقى معناتها انتي تخمم وتقول طوي لسقلي ولا اي حاجه. باش نحط عندي معناها مارغرين وعندي زبده هنا، باش ناخذ الزبده متاعي خليها تذوب مع الزيت، وباش ناخذ كميه اخرى تاع مارغرين. او حاسيلو انا خلطته منا وخلطته منا، اما تكون كميه باهيه الحق باش يجيني كمطعم الزبده ويجيني بنين بالكدا بالكدا. معناها ما يقدر نقولوا نحنا معناها انتي حسبوا الكميه، ما نجمش نعطيك بالضبط، معناها اللي تحب يجيها فارك يجيها بالكدا. صدقوني من غير ما تبقى لا تغسل في الروز ولا تبقى انت معناها تنفخ فيه باش نحى منه نشاء ويجيكم كعبه كعبه. ديجا باش تشوفوها معايا، وكنت قبل خدمت معاكم زاد الروز بالفاكهه بطريقه اخرى. هنا تو باش ناخذ الزيت بدا كيما تراو فيه، راني معاكم لهنا ما عملتش معناتها ما قصيتش في الفيديو. هنا باش نحط البصل نتاعي يتقلى، فك الزبده، هنا باش نحط هكا الثوم معاه سايبلنا كالمطعم كيما تراو، نحركو بالباقي خليه يتقلى بالكدا بالكدا. هاكا ما تنساوش لي كومونتير نتاعكم تحطوا لي فيها اراءكم، ويعطيكم الصحه. ونشكر مدام نجيبه قولها ميرسي بيان على لي كومونتير، وام محمد صديقتي 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 على الاخر، ام محمد ان شاء الله ربي يفضلها، وان شاء الله يا ربي تجينا مناسبه ونتلاقاو على قريب. وكل زابوني حتى اللي ما يحطش كومونتير ولا ما يحطش حاجه، نقول لكم الناس الكل ربي يفضلكم ويعطيكم الصحه الجميع الواحد. ونقول لهم بنية عمي عياريه كيفي حيوته المزيانه، قولها يا حيوته يا غاليه ربي يفضلك ديما ما تنسانيش، يعطيها الصحه وربي يفضلها. نقليوه بالكدا بالكدا لين يذب لنا كالبصل، ما نحبوش انا محروق الحق نتاع ربي. وين قللنا لهنا تو باش ناخذ الروز نتاعي. لهنا الروز ديجا راني باش نحلو معاكم كيما تراو فيا هكا، معناتها بالباكو نتاعو باش نصبو. صب كميه الروز اللي انا حاجتي بها، وديما نقولكم راهو حسب الكميه نتاعكم. نقلي الروز نتاعي بالكدا بالكدا، خليه يشرب لك الزيت لين يتبدل لونه شويه. لهنا شوفوا لون الروز كيفاش بدا يتبدل، قليناه بالكدا بالكدا. توا باش نحط لفاحات نتاعي كيما تراو فيهم، نحطوا لفاحات نتاعنا كلها ونحرك هكا الروز وكا اللفاح يتقلى شويه ونمرقوا بالماء.
كيما تراو لازم نخليوه يشرب هكا اللفاح نتاعو قبل ما نزيدوه الماء. لازم نخليوه يشرب اللفاح نتاعو بالكدا بالكدا يتقلى مليح مليح، بالاخص هكا الهريسه العربي تسيب لنا هكا الريحه نتاعها، ريحه الفلفل كيما تراو. شوفوا لي اللون ماشي ويتبدل. بعد ما شرب لنا كيف هكا تويكا باش نمرقوه بالماء نتاعنا. ديما يا جماعه كيس، ما تخافوش، كيس نتاع روز باش يجيكم بالضبط كيس نتاع روز عليه 3 كيسان ونص ماء بالضبط يتيب يجيكم. بالنسبه للروز هذا يجيكم قد هاني انا نقولكم ما تبقاش لا تزيدوا لا تنقص فيه في الماء، خاطر برشا اللي جاي يجربوا معناها الكيله بكيلتين معناها ما تمشيش معاهم، فهمتوني. لهنا انا عطيتكم المقدار نتاعو بالضبط. لهنا تو ما بقالنا كان باش نخليو الرز نتاعنا يطيب. لهنا نشوفوا الرز نتاعنا كيفاش، شوفوا ما شاء الله كيفاش شرب الماء نتاعو. لهنا شفتوا كميه الماء كي تلقاوها كيف هكا. انتوما لهنا تطفيو عليه الغاز، تغطيوه وتخليوه يشرب الماء نتاعو. توا باش ناخذوا الفاكهه نتاعنا بالطريقه معناها اللي انا نخدم بها. هنا كنت خديت شويه زبده كيما تراو فيها. اول حاجه باش ناخذها لهنا عندي الزبيب الاكحل والاصفر، معناها اللي ما عندوش مش مشكل راه باش يسيب لنا هكا البو نتاعو نقليوه. حاولوا نخليوه شويه معناتها باش يسيب لنا اللون نتاعو وكا الحلاوه نتاعو كيف هكايا. بالنسبه للفاكهه كل قدير وقدره. بالنسبه للفاكهه معناها كل واحد شنو يحب يعمل. احنا لنا هنا عندي لوز، عندي زوزه، عندي شويه كاجو، شويه بيستاش، مترمشه شويه شويه باش نحطها مع كعبات الزبيب، نخلطها بالكدا بالكدا بالفاكهه. خليو الزبده تدخل بالباهي. ماذا بينا كي نقليوها على نار هاديه شويه باش ما تتحرقلناش الزبده، ما تسيبناش تعملت المراره نتاعها، تتقلك الفاكهه. شوفوا كيفاش محلاها كالالوان اللي فيها ما شاء الله. خليوها تشرب الزبده نتاعها الكل على نار هاديه ونتعداو. خليو نقصوا عليها على الاخر، ديما نحاولوا كل شويه نحركوها. ونحطوها على نار هاديه على الاخر كيما تراو النار كيف هكا، نقصوا فيها على الاخر. وتوا باش نتعداو ونشوفوا السلطه نتاعنا كيفاش باش نحضروها. توا باش نخدموا السلطه نتاعنا. السلطه نتاعنا سلطه ميس، باش نعملوا ميس بالمايونيز. اول حاجه ساعه باش نبداو نخدموا فيها باش نحطوا الفلفل الاكحل والملح نتاعنا. باش نعطيكم فرد وقت باش نخدمها ونعطيكم المكونات الكلها. باش ناخذوا نحطوا مغرفه 2 3 مغارف وبيان 4 مغارف زيت زيتونه، ما يقلقش راه بالعكس هو خاطر باش نخدموا به المايونيز. هنا باش ناخذوا كميه المايونيز نتاعنا. انا خديت المايونيز كيف هكايا حسب كميه معناها المايس اللي عندك، اما هي راهي تستحق معناها كميه كبيره شويه نتاع مايونيز كيف هكايا. نحاولوا باش ندخلوا المكونات الكل، الملح والزيت والفلفل الاكحل، ونخدموها بالطريقه هذه كيما تراو فيها معايا هكا. واذا كان لقيناها من الزيت نحاولوا باش نخليوها معناها نقولوا نحنا تكون مخرخته شويه، نزيدوها شويه زيت زيتون.
نخدموها بالباهي بالباهي. توا لهنا باش نحط المايس والشامبينيون. عندي مايس وعندي شامبينيون غسلتهم بالكدا خليتهم يستقطروا، وتوا باش نحطهم. هذوما الاساس متاع السليطه متاعنا، حاجه خفيفه ما تشدش الوقت، جمله واحده وماهيش معناها في متناول. ديما نقولوا كل قدير وقدره. خدمنا لهنا حركناها شويه. توا شنو باش ناخدو؟ عندي لهنا جبن، اي نوع متاع جبن تحب تحطو. عندنا جامبون وعندنا شويه سلامي. عندنا جامبون وسلامي وجبن باش نحطوهم فك السليطه متاعنا ونخلطوها. هذه هي السليطه متاعنا، خفيفه حتى للصغيرات تصلح لمجه وما تشدلناش الوقت. لف تحضر، اسهل سليطه تنجموا تعملوها. بنا صدقوني بنا على 100. وهذه هي السليطه متاعنا. توا نكملوا نحضروا، نوريكم تحضير كيما وريتكم الفاكهه. نكملوا الرز متاعنا ونشوفوا في اللافان عشينا اليوم كيفاش كان. توا باش نحطوا الصحين متاعنا كيما تراو لهنا. عبيت شطر كيما هكا، نعبي تقلولاني. توا باش ناخذ الفاكهه متاعي هاكا باش ما يجينيش معناتها الرز متاعنا فارغ كان مزين من فوق. وبيان اللي تحب تخلط الكل مع بعضه نجم تخلط. لهنا كيما تراو هكا صدقوني الريحه بنا 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 معاك تقليه الزبده والكل حاجه روعه. توا باش نزيد نعبي كيما تراو الرز متاعنا الكل فارغ. اغزروا له كيفاش كعبه كعبه. نحط الكوش الثانيه متاعنا متاع الروز. وهاكا حويجه لا تتكلف لا اللحم ولا حتى صحيح الفاكهه غاليه شويه، اما هاكا واحد يعمل معناه كيما ديما نقولكم كل قدير وقدره. نحطوا الفاكهه متاعنا لهنا، نشخشخوا هكا الروز متاعنا ونزينوه. وان شاء الله يا ربي تكون الوصفات عجبتكم. كيما تراو هكايا نهبطوا كالزبده متاعنا وكالسيله. صدقوني جربوا الوصفه وبقدره ربي ترحموا علمات لي بلوتو والدي ربي يفضلهم. ومعانا كسليطه المايس هكا نكملوا نحطوها معاهم. شوفوا لي هيك المنظر وهيك البنه وهيك الزين. ونقول لكم ان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه. ما بقى لي كان نقول لكم تبقاو على خير، وان شاء الله يا ربي وصفه اليوم تكون عجبتكم.